من كام يوم طلع خبر خطوبة الفنانة حورية فرغلي، لكن هي طلعت كذبت الخبر. والحقيقة إن حورية فرغلي كانت من أشهر ضحايا الإهمال الطبي. في الفيديو ده هنعرف سوا أشهر ضحايا الإهمال الطبي وإيه اللي حصل لهم وليه حصل لهم كده. تخيل كده معايا إنك تدخل المستشفى واحد وتطلع واحد تاني، أو تبقى زي الليمبي لما خلاص بقى الله يرحم أيامه عمل حادثة دخل في بقه واحد. طبعا الموضوع ما يستحملش أي قلش، لكن الشيء بالشيء يذكر. أنا إيمان شاهين وده آخر. والحقيقة إن حورية فرغلي هنعرف سوا أشهر ضحايا. الحقونا. في المطعم قام موبايله وقع على الارض، وطى يجيبه البنطلون اتفزق كله من ورا، فزق كبير قد كده. قال لي ايه ده اتفزق؟ قلت له ايوه، بسرعه اقعد على الكرسي. انا اول مره في حياتي اتفزق الفزقه دي. سعاد نصر كانت داخله تعمل مجرد عمليه شفط دهون، ولكن الدكتور وصل جهاز الاكسجين بالجهاز الهضمي بدل التنفسي، وللاسف الفنانه توفت في ساعتها نتيجه لاهمال واستهتار الدكتور. ولكن مش دايما الخطا الطبي بيسبب الوفاه. يعني مثلا ياسمين عبد العزيز اللي كانت بتعمل عمليه وبعد ما خرجت من العمليات بكام يوم تتفاجئ بخطا طبي اتسبب في خرم القولون، ولكن الحمد لله المشكله اتحلت. وفاطمة كشري اللي كانت داخلة تعمل عملية فتاء بسيطة وبعد العملية ما حستش بأي تحسن، علشان تتفاجئ بعد كده إن الدكتور نسى شاش في بطنها. أما بقى حورية فرغلي اللي كانت واحدة من أكتر الفنانات اللي تعرضوا للانتقادات، والناس كلها كانت فاكرة إن كل ده حصل بسبب عملية تجميل. هي فعلا عملية تجميل، ولكن ده مش بمزاجها، وكان السبب إنها وقعت من على الحصان ومناخيرها اتكسرت، وبعدها حصل خطأ طبي ومناخيرها اتشوهت. ولكن اللي عملت عملية تجميل وكانت فعلا بمزاجها هي بسمة وفا، اللي كانت بتحقن بوتوكس وفيلر، والحقن أثر على أحبالها الصوتية. آدي آخرة النفخ. والأخطاء الطبية مش بس في العمليات، لأن الفنان أحمد راتب اتوفى لمجرد إن الدكتور نسى يقوله يوقف العلاج بعد 3 شهور. وإيمان الحصري المذيعة في قناة DMC اللي عملت 8 عمليات بسبب خطأ طبي في عملية واحدة، ورفعت قضية على الدكتور والمستشفى، وكانت ليلة كبيرة ساعتها. ولأن الأخطاء الطبية مش شرط تكون عمليات، فالفنانة بشرى في مراهقتها بتحب جوزها دلوقتي اللي هو سليم هيك، ولكن لما اتشخصت إن عندها القلب هربت وسابت حبيبها، وبعد سنين عرفت إنها اتشخصت غلط ورجعت لحبيبها واتجوزوا وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. طب تخيل تبقى داخل تشيل كيس دهني في رجلك فيحصل لك تسمم والعملية تأثر على قلبك والمخ. وده بالظبط اللي حصل مع أميرة فتحي، وعملت بعدها عمليات كتير لحد ما عرفت ترجع لحياتها الطبيعية تاني. في النهاية كلنا معرضين لحاجة زي دي، وطبعا مش محتاجة أقولك إن العمليات دي اتعملت في أحسن مستشفيات والمفروض إنهم أحسن دكاترة، لكن الحقيقة إن الموضوع مش بيفرق العملية في مستشفى إيه أو بكام، لأن الدكتور الشاطر شاطر في أي مكان. فأنت حافظ على صحتك بدل ما تبقى مضطر تدخل عمليات وتيجي تحت إيد دكتور متعين بالواسطة في مستشفى خاصة، أو تحت إيد دكتورة شغالة في مستشفى بابي وتلاقي نفسك طالع من غير ورك، أو دكتور ينسى المقص في معدتك. واستنونا دايما في آخر كان عندي فترة. والحقيقة إن حورية فرغلي كمان كانت من أشهر ضحايا